المغرب ينهي أول نزالاته بتعادل سلبي 0 لمثله. إخواني أخواتي محبي توك توك سبور، مرحبا بكم معنا، وما تنساوش أنكم ديروا الاشتراك باش تدعمونا لتقديم المزيد. في أولى ظهور رسمي للمنتخب الوطني المغربي في نهائيات كأس العالم قطر 2022 دخل وليد الركراكي بخطة 3-3-4 اللي كتحول في الحالة الدفاعية إلى 4-1-4-1. ربما كان التحفظ من وليد الركراكي وكان انه دخل بالشق الدفاعي متين، الشيء اللي خلانا اننا نشوفوا منتخب الوطني المغربي متراجع الدفاع منذ الوهله الاولى، معتمدا على لي كونتراتاك اللي كانوا قلال، الا ما قلناش انهم منعدمين في الجوله الاولى حتى في الجوله الثانيه. ربما عكس ما هضروا عليه الاغلبيه ان التعادل، يعني التعادل ثمين ضد وصيف بطل العالم، الا انه ممكن نقولوا اننا دخلنا ضد كرواتيا اللي حنا كبرناها في اعين ديالنا، يعني دخلنا ان كرواتيا هي وحش كرة القدم، مع العلم اننا كنتوفروا على لاعبين اللهم بارك اللي كون قدرنا اننا نستغلوا الامكانيات ديالهم، كون انه كانت يعني النتيجة عكس التعادل وعكس المتوقع، كون خلقنا يعني مفاجأة الدورة كما دارت السعودية ضد الارجنتين. يعني كانت شويه ديال الثقه في النفس والشجاعه، ونخرجوا نلعبوا الكره اللي حنا كنعرفوا عليها ريوسنا من شحال هادي، واكيد اننا غادي نخلقوا المفاجاه. وانا متيقن تمام اليقين ان المنتخب الوطني المغربي قادر انه يدير احسن من الماتش اللي شفنا اليوم. يعني حنا خلينا لكرواتيا المجال، وحتى كرواتيا تعاونوا معنا، حيت بناء العمليات كان جد بطيء جدا. الشيء اللي خلى المنتخب الوطني المغربي كيرجع للدفاع على الاريحيه ديالو. تراجع مستوى بعض اللاعبين يعني اللي رجعوا من الاصابه، كنهضروا هنا على بوفال وعلى املاح اللي بالرغم انه قدم واحد المباراه اللي هي كبيره، الا انه ماشي في المستوى المعهود ديال املاح. نقطه استفهام كبيره في مستوى ديال اناحي. يعني انا كنقول ان الركراكي يكون انه صغر الخصم شي شويه في الاعين ديالو ودخل لعب الماتش اللي كنا كنعرفوا عليه المنتخب الوطني المغربي، فكنا غادي نحققوا مفاجاه في هذه الجوله الاولى وغادي نظفروا بثلاثه نقط. لكن على العموم تعادل جد ثمين، وكما كنقولوا اللهم العمش ولا العمى، اللهم نقطه وحيده ولا 0 نقطه. فيعني اللي شاف المباراة ديال بلجيكا وكندا غادي يعرف ان هذه المجموعة مجموعة الموت، وان حتى فريق ماشي ساهل، وخصنا نخرجوا نلعبوا الكرة اللي كنعرفوا عليها ريوسنا. فصراحة اتمنى من وليد الركراكي انه يخرج من ذاك القوقعة ديال الخوف، ونخرجوا نعطيو اللاعبين خاصة الأطرفة. يعني عندنا افضل ظهير ايمن في العالم حكيمي، خصنا نستغلوه هجوميا ونخليو ليه شويه ديال الليونه انه يطلع كما بغى. يعني حتى حاجه ما صعيبه. بلجيكا اللي كنا كنتخوفوا منها في المباراه ديالتها ضد كندا، يعني ماشي ديك بلجيكا داك الرعب، ولكن الا كبرنا عاوتاني في الاعين ديالنا اكيد ما غنديروا والو. وفي انتظار يكون محسن. خليتكم اخوتي على خير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.